يقول لي قولا واحدا يعني الحيثيات وصلت اليوم إلى نادي الزمالك، ومن النهارده عد 60 يوم من على موضوع النهارده كهرباء. من النهارده على موضوع كهرباء هو بيقول لك الحيثيات وصلت اليوم إلى نادي الزمالك، يعني الحيثيات اتبعتت بعد نهاية ال 60 يوم. يعني وتقعد 60 يوم كمان على بال ما اعرفش بقى، يعني هو ميدو باعت لي كده، يعني ميدو باعت لي بيقول لي الحيثيات وصلت نادي الزمالك ومن النهارده عد 60 يوم. طبعا المستشار مرتضى انا كنت كلمته في الموضوع ده قبل الهوا كمان، قال لي خالد يعني مش انا دلوقتي بالنسبه لي يلعب ما يلعبش، انا بالنسبه لي مش قصتنا. العداد بيحسب. صحيح. فانا كده كده انا ليا فلوس عند كهرباء هاخدها بقى النهارده، هاخدها بعد 8 شهور. انا كل ما بيتاخر كل ما الفلوس الفوائد بتزيد. في كلام على ان ممكن الدولار يعلى يبقى ب 36 ب 37، في كلام الله اعلم صحيح. دي حقيقه ولا لا، ممكن يفضل 31، ممكن يعلى 32. عقبال ما شهر 8 يجي، غير ان الثمن الدولار نفسه يعلى، يعني ممكن يبقى ب 36 35 33 34 الله اعلم، او يفضل زي ما هو الله اعلم، لكن في نفس الوقت كمان الفايده بتزيد. صحيح. فانت تخيل يا صبري لو فجاه شهر 8 بقى الدولار مثلا ب 36 ولا 35، هيتحولوا الفلوس هيبقوا 100 مليون. تمام. غير بقى الفايده، بالظبط. يعني الفايده كمان من دلوقتي بقت 18% مش 5% بعد تغيير لوائح الاتحاد الدولي او لجنه الانضباط، وبالتالي الحسابه بتحسب زي ما بيقولوا. هو زي ما انت قلت يا خالد، احنا اللي يخص نادي الزمالك هي الفلوس بس، لكن مشاركه كهرباء او من عدمها دي شيء ما يخصش نادي الزمالك. بص يا صبري، كهرباء انتقل لنادي الاهلي ورفعنا عليه قضيه، تمام. ما وفقوش في كذا بطوله، يعني ما وفقوش في السوبر، ما وفقوش في حتى في بطوله الدوري بالزبط. اللي كان متواجد فيها، وبعد كده النادي الاهلي لقى ان مستواه لا يؤهله انه يلعب معاه، فموسيماني كان بيقعدوا على الدكه، بيقعد 3 تغييرات ما بينزلوش، فاكر انت القصه دي؟ صحيح. فقرروا ان هم يودوه تركيا. بالظبط. فسافر تركيا، رجع من تركيا اتوقف 6 شهور، بعد ال6 شهور ابتدى يلعب، ربنا وفقه لان هو اساسا لعيب كويس. صحيح. يعني كلاعب كوره لعيب كويس، امكانياته كويسه طبعا من ايام ما كان في الزمالك، ابتدى يتالق، فابتدت الناس تكبر المواضيع، وكهرباء هيلعب غصب عنكم، مع ان كهرباء اساسا من دي 1، من اول ما انتقل وهو هربان للبرتغال ورجع ببطاقه مؤقته، ابتدى يلعب مع الاهلي بقاله 4 سنين. وخد بالك نادي الزمالك ما اعترضش على لعب او عدم لعب كهرباء. هو الموضوع الاساسي بالنسبه لنادي الزمالك والمستشار مرتضى ومجلس الاداره ان هي انا عايز الفلوس. لكن في النهايه اللي انا بشوفه ان ليس منطقيا ابدا ان واحد يتم ابلاغه ان خلال 60 يوم تدفع الفلوس فيطلب الحيثيات، فال60 يوم ينتهوا. طب ما كان ممكن يبعت الحيثيات بعديها بيومين. بالظبط. يعني لجنه الانضباط تبعتها مثلا بعديها ب4 ايام، بعديها باسبوع، بعديها ب10 ايام، لكن يعدي 62 يوم وبعدين تبعت، بعد كده الحيثيات تيجي، فاقعد 60 يوم تاني، يعني كانه حاجه مش طبيعيه. يعني ما هو بالظبط زي اللي حصل مع بيراميدز برضو لما طلبوا حكام اجانب، قالوا اللائحه بتقول قبلها ب 14 يوم وانت بعت لهم ان المباراه. لا انا مستغرب لجنه الانضباط والاتحاد الدولي بالذات، لان انا اللي قريته ان هم مش مطالب ان انا ابعت لك حيثيات، هو كاتبين كده. قال لك ان لازم يبدا ال60 يوم من يوم ما اعلنك بالقرار، وهو تم اعلانه بالقرار او اعلامه بالقرار، فبالتالي ازاي يعدي 62 يوم بعد ما المده كلها تنتهي ابعت له الحيثيات بقى؟ يعني صحيح. صحيح طبعا حاجه مش منطقيه. بس في النهايه احنا قدام قانون على الجميع ان هو يعني يتقبل قرارات لجنه الانضباط اللي هي اساسا اتخذت قرار ضد كهرباء ومحكمه الكاس، وبالتالي احنا منتظرين الى نهايه 2 3 هيكون القول الفصل في هذا الموضوع، وكهرباء نتمنى ان هو يدفع الفلوس ويكمل مشواره. وزي ما انت بتقول هي كل ما الفلوس ما بتتاخر انت مش هتاخد الفلوس بقيمتها، هي كل ما هتتاخر الفلوس هتاخدها بالقيمه في الوقت اللي انت بتدفع فيه الفلوس. بالظبط. انت مثلا لو جيت دفعت شهر 8 بيروحوا للبنك المركزي بيشوفوا الدولار بكام بالظبط طبعا دلوقتي، وبالتالي كهرباء او محامي كهرباء بيشوف الدولار بكام. الدولار ب 35، اضرب 2 مليون و500 الف دولار في 35 ب 30 ب 31 ب 32 هتضرب بالرقم اللي موجود في الوقت اللي هيدفعه فيه. بجانب ايضا ان الفوائد كان جزء منهم
سابق 5% فوائد عن صحيح. كل تاخير، دلوقتي بقى اي 18% فوائد عن كل تاخير. كلها هتبقى مشاكل على كهرباء في وقت دفع الفلوس يا خالد، لكن مفيش مشاكل عند نادي الزمالك يعني. اتمنى ما يكونش عنده مشاكل والنادي الاهلي يساعده ان هو يدفع الفلوس. في النهايه نادي الزمالك عايز يستفيد من الفلوس ديت بالظبط. على اساس ان هو كمان يجيب صفقات جديده، بس الفتره اللي جايه يعني هو لازم يدفع بالكتير قوي في شهر 7 شهر 8 هيكون بدايه موسم جديد وبدايه فتح باب القيد يعني. وتقدر ان شاء الله تجيب بيهم صفقات كويسه ان شاء إن شاء الله الله تدعم بإذن الفرقه وتدعم نادي الزمالك ان شاء الله.